السلام عليكم اخوان. اليوم راح اشرح لكم تعبئة الاكياس لمدير المحطة. طبعا احنا متفقين تحضر 6 اكياس، 2 A5 و2 A3 و2 A2. حتى كاتب لك يعني هذا A3 هذا A2 هذا A5 حتى تعرفهم. اول شيء ال A5 راح تخلي بيه عصا الذاكرة 2 وتلزقه وتعطيه للمنسق. الاي 5 الثاني تخلي بيه اقلام التأشيرة الاثنين اللي بجيبك الاحتياط والثلاثة المنصات التصويت وتنطيه للمنسق. خلص الاي 5 سهل. الاي 2 الاي 3 عفوا رقم 2 هذا راح تلقاه جاهز وين؟ يم مصدر الاوراق. شبيه بيه البطاقات المسحوبة مال المحطة والبطاقات المسحوبة مال المواطنين. هذا بس تقفله حتى ذا فارغ ماكو ولا بطاقة. مثلا الكادر انتم 5 بالوسام و5 تصويتكم بالوسام، فما صوتوا تصويت كادر فيبقى فارغ. تكتب له عليه 0. عدد البطاقات راح يجيك هنا بالملصق، عدد البطاقات 0 وسلمني اياه. الاي 3 رقم 1 اللي هو اهم كيس. هذا الاي 3 شو تخلي لي بيه؟ خلي لي بيه النسخة الأولى من استمارة 41. هاي استمارة 41 راح تجي إذا كانت بهالشكل أو راح تجي يمكن A4 صغيرة، مو مهم بس للشرح. تفتحها تلقى بيها عدة نسخ. النسخة الأولى البيضة تسلحها هيك وتخليها يعني هيك، تقول هاي النسخة البيضة شلعتها. هاي النسخة الأولى حضرتها، هسه لا تخليها قبل. الاستمارة 42 تجينا نطلع النسخة الأولى البيضة. شوف هاي الفاصل مالتها، هاي الكرتونة تعبرها. النسخة الثانية هم البيضة. النسخة الثالثة هم البيضة. راح تجي تقريبا 3 رزم باوع، هي بين رزمة ورزمة اكو كرتون اكو كرتونة. فهاي النسخة الأولى من كلهن قد صار عندك 4 استمارات. وحدة 41 وال42 3. خليتهن سوا. شو تخلى عليهن؟ خلى عليهن الكيو ار مال جهاز العد والفرز بعد ما وقعتوا عليه، وان رغب الكيان يوقع الى خانة خاصة اسمه تقرير كيو ار جهاز العد والفرز. واضح؟ جهاز العد والفرز. هذا اول وحدة. انت مو سحبت 3، هذا واحد منهم تخليه هنا. كيو ار مال جهاز التحقق الالكتروني، هاي قديمات ممسوحة. ايضا هذا الكيو ار تخليه هنا بعد ما وقعتوا عليه. وتقرير النتائج لان 3. شو تسوين بهالطريقة؟ تطبقهن طبقتين هيك وتكبسهن بالاعلى من جهة اليسار. هاي 4 استمارات قلنا صارن. خلص هذا الكيس بس. هاي استمارات والتقارير خليهم بيه. خليتهم بيه. خلص الكيس كامل. لأن ال4 الأكياس 2 A3 وال2 A5 يسلمن تسليم يدوي بالإيد تنطيهن للمنسق. 4 أكياس خلصن. تجي المن تجي للA2. A2 الأول هذا تخلي بيه الأوراق الغير مستخدمة بعد ما ثقبتهن تخليهم بيه. وتخلي بيه ظرف. راح يجيك الظرف يشبه هذا الظرف، يشبه هذا الظرف ورقي بأوراق المستبعدة والمستبدلة. أيضا تخلين هنا. خلينا الظرف داخل الكيس وخلينا الأوراق الغير مستخدمة. يعني هذا الكيس شنو البيه؟ بالأوراق الخارج الصندوق، مستبعدات ومستبدلات وغير مستخدمات. بعد ما ثقبناها خليناها داخل الكيس. خليتهم داخل الكيس. هذا وين ينزل؟ صندوق الاقتراع. خلاص. هذا الكيس A2 الأول أو الثاني هذا شو تخلي بيه؟ تخلي بيه الكيوارات النسخة الثانية. انت مو خليت 3 نسخ؟ نسخة خليتهم بالA3 هناك، راح يبقى عندك نسخ.
الكيو ارات هم واحد كيو ار مال تحقق، وكيو ار مال العد والفرز، وتقرير نتائج. بعد ايش عندك؟ عندك بعد تقارير طلعت الصبح مال تقرير الفتح، تقرير الحالة، الفحص من الأجهزة طلع الصبح مال من شغلة المحطة، مو طلع عندك تقرير الفتح، تقرير الحالة بالعد والفرز وبالتحقق. هاي الأجهزة الاثنين اللي عندك أيضا تخليهن ويا هاي التقارير. وعندك تقرير المنتصف راح يطلع ب 12 الظهر من جهاز التحقق، خليه وياهن. خليتهم كلهن تقارير. والنسخة الثانية، النسخة الثانية تجي للاستمارة 41. مو أخذت البيضة؟ شلون لونها الثانية؟ لونها وردي، تسلحها. خلي لي اياها بهذا الكيس. 42 هم النسخة الثانية منه، والنسخة الثانية منه، والنسخة الثانية من الثالث خانة. هي تجي 3 رزم، بين كل رزمة ورزمة كرتونة. خليتهن بالكيس A2 الثاني. خلينا ببطنه ويا الاستمارات. خليهن نفرض هاي الاستمارات أربعتهن، 4 مال 41 وحدة وال42 3. خليهن ذي. وأيضا يتعبن بالصندوق. ملاحظة جدا مهمة شباب. شنو هي الملاحظة؟ كل كيس إلى ملصق، كل كيس إلى ملصق. راح يعطيك المنسق الملصقات الصبح، راح تجيك ملصقات تشبه هاي الملصقات، بس كل واحد إلى عنوان. حتى الصندوق إلى ملصق. صندوق الاختراع، هذا صندوق تعبئة المواد أو صندوق الاختراع، راح يجيك إلى ملصق. ايش تكتب لي عليه؟ تكتب لي عليه رقم المحافظة، اسم المحافظة. احنا 01، الصفر على اليسار، يعني رقم المحافظة 1 بغداد الرصافة. 3097 مركز التسجيل مالتنا الرئيسي، الفرعي اقتراع، انتم بالمراكز مال اقتراع. 3097 المعامل 3. تصويت عام. هاي الخانة ثوابت نسميها، ما تتغير أبد. عندنا هنا مركزنا تصويت عام بغداد الرصافة رقم 1 3097 معامل فاصلة 3. هنا شنو؟ انت بيا محطة، محطة 1 تكتب 1، 2 تكتب 2، 3 6 5 رقم محطتك ايش قد تكتبه. رقم مركز الاقتراع تكتب 3097 صفر. انت يا مركز 1 تكتب 1 واسم الوسام، 2 تكتب الشهداء جسر الأئمة، 3 تكتب القرنة، 4 الشهداء، 5 الوسام، 6 المحسن، 7 البقاع، 8 شط العرب. المهم اسم المركز مالتك اللي انت جاي تشتغل بيه، مو اسم البناية ولا اسم المدرسة، ما له علاقة. ما دام انت مركز 3097 01، اذا انت بالمركز الاقتراع اسم الوسام، حتى لو يشيلونكم باكر عقبه ويخلونكم بالجوادر، ما دام اسمه هنا يعني اسم الوسام. خلوك بحي البتول، وقعت المدارس باكر ويابا راح نروح الحي البتول نشتغل، ما عندنا مدارس. بالمستوصف الصحي بالروضة الاسم ثابت، ما تكتب لي اسم البناية، تكتب لي اسم مركز الاقتراع المعتمد من المفوضية. شريط من عندك، هاي الملصق بعد ما كتبت عليه تلزقه، تشيل هذا وتلزقه على الكيس. قبل ما تلزقه اوقف، اوقف. انا هنا راح الزقه على الرقم، لو على الظهر على الرقم ما يصير، بقى هذا الرقم ما يصير تلزق عليه لان احتاج رقم الكيس. اشوف وين الرقم لان شفاف اقلبه. اذا هذا الظهر، ما دام هذا الظهر اخليه بالوسط والزقه. من لزقته بهالطريقه الرقم بقى عنده واضح، بس اذا الزقه هنا الرقم يروح ويصير انه كارثه. لزقته، من لزقته شلون لزقته؟ لزقته على ضوء عنوانه، عنوان الملصق. شي يقول؟ يقول انا كيس امن رقم 2، كيس امن A2 رقم 2، هو يجي مكتوب هذا اذا مال A2. اذا كاتب لك الكيس الامن A3 رقم 1 يعني تخليه هذا. كيس الامن A3 رقم 2 يعني تخليه هذا. المهم ما تلزق على الرقم، ما تلزق على الرقم.
الكيس الآن من A5 راح يجي ملصق احتمال صغير أكيد مو احتمال. A5 الحاوي على عصا الذاكرة هذا، الحاوي على أقلام التأشير هذا. فحاول تقرأ عنوان الملصق، هذا الملصق وين ألزقه؟ هو قايل لي وين ألزقه. ماشي؟ بعد ما لزقتن تكتب عنوانك، تسميه هوية المحطة، تصويت عام، رقم مركز إلى آخره. فراح أرجع عادة سريعة للتعبئة، تعبئة فلاشين، والكيس الثاني أقلام التأشير. هنا بطاقات كيس الآن من A3 رقم 2. من راح تخلي الملصق مالته ايش مكتوب بالاخير؟ مكتوب عدد البطاقات، تحسبهن ايش قد تسجلهن، واذا صفر تكتب صفر وتجيب لي اياه الكيس. هذا بطاقات مسحوبة. هاي النسخة الأولى من ال41 و42، والكيو ار مال التحقق، والكيو ار مال العد والفرز، وتقرير النتائج. ثلاث تقارير بس بي، وهي النسخ الأولى. خلص. ناش عندك الأوراق خارج الصندوق. أوراق خارج الصندوق شنو هن؟ ظرف المستبعدة والمستبدلة، جيبه هيجي تخليه. والأوراق الغير مستخدمة بعد ما ثقبناهن، هي برزمتها، هي الرزمة كاملة 50، طلع 10، هيك طلع 10 وتثقب، ما تطلعهن 10 وتثقبهن، طلع 10 اللي وراها تثقبهن وهن بالرزمة، ترجع منها تثقبهن، تلفهن برزمتهن وتخليهن، زادن 100 200 نشيل. ماشي؟ يعني هاي الأوراق خارج الصندوق ظرف، والأوراق غير مستخدمة، الظرف المستبدلة والمستبعدة الأوراق غير مستخدمة. يجي الكيس الآن من A2 المرسل إلى مكتب محافظة. هذا شبيه طبعا بعد ما خلينا الملصق مالته كتبنا عنوانه، شبيه بالنسخة الثانية من الاستمارات. النسخة الثانية إذا كانت صفرة وردية، أنا مو شلت أول وحدة البيضة، الثانية ايش تطلع وردية، أجيب الورديات كليتهن، 42 3 وال41 وحدة، وكل التقارير نسخة مال الصبح. هو راح يطلع لك نسخة تقرير منتصف الظهر، وعندك كيو ار، وسحبت 3 كيو ارات، واحد خليته بالاي 3، واحد تجيبه هنا، الثاني كيو ار مال تحقق، الثاني تجيبه هنا، تقرير نتائج واحد خليته بالاي 3، الثاني تجيبه هنا. خليتهن بهذا الكيس بس نسخ استمارات والتقارير. يبقى عندك التقرير الثالث هو اللي يروح للمنسق، هذا يسمونه حفاظ على الهوية، هذا يصير بجيبك هيك تعطيه اياه. وتقرير واحد من النتائج تلزقه بباب المحطة، وباقي النتائج اطبع 10 15. واضحة عملية تعبئة الأكياس؟ 6 أكياس، كل واحد بيه حاجتين 3. بس ذن الكيسين الكبار يصيرن بالصندوق، ذن الأكياس الصغار الاثنين A5 واثنين A3 يسلمن باليد إلى المنسق.